السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، بس فضلا منكم وليس امرا الاشتراك في القناة ولايك وشير ان شاء الله يا حبايبي للفيديو لو عجبكم. قبل اي حاجة يا ريت نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل معانا وصفة وتتبيلة جميلة جدا وسهلة وسريعة، وانت واقفة كده في 10 دقايق في المطبخ. هنعمل النهاردة الشيش طاووق. يلا نشوف التتبيلة. جبت كده بصلاية على طماطماية على قرن فلفل الوان مشكل طبعا كده اخضر واحمر واصفر. طبعا اللي زاد معايا وتهدر كله من الفلفل اللي انا قطعته ده، ضفت كله في الكبة كده هتبل بيه اللحمة بتاعتي. طبعا كده بعد ما فرمتهم فرم ناعم في الكبة، هجيب طبعا عندي هنا توابل طبعا المفضلة عندك: 7 بهارات، الكزبرة الناشفة، حبة كمون صغيرين، حبة بابريكا، وعندي هنا مكعب مرق لان انا ما كانش عندي بهارات فراخ فضفت مكعب مرقة، ورق لورا. وبعدين كمان المفروض ان انا احط معلقة من الزبادي، لا ما كانش عندي موجود زبادي فاستبدلته طبعا بنص فنجان صغير من اللبن الحليب. كده نزلت عليهم بصدور الفراخ، عندي نص كيلو صدور فراخ متقطع كده مكعبات. بقلب الصدور الفراخ زي ما انتوا شايفين انا مقطعاها مكعبات صغيرة، ما حبيتش اكبرها قوي عشان تنزل معايا من التتبيلة وتتشرب كويس، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت معايا في السوى. ولما اجي اسويها ما تبقاش نية من جوه وتتشوح معايا من بره بسرعة وتبقى نية من جوه. لا انا قطعتها قطعة كده صغيرة متوسطة عشان تستوي معايا بكل سهولة وبسرعة. ضفت على التتبيلة كده نص ليمونة. كمان انا بفضل الليمون في التتبيله اكتر من الخل، لان الخل يا جماعه بحس انه بيهري اللحوم وينعمها زياده عن اللزوم، فانا بفضل الليمون اكتر. بعد ما كده تبلتها التتبيله العظيمه دي وظبطت الملح بتاعها كويس، هبدا كده اسيبها لمده ساعه او ساعتين في التتبيله لغايه ما تتشرب كويس. طبعا لو انت مستعجله مفيش اي مانع، عادي اشتغلي فيها على طول. لو انت طبعا مش مستعجله سيبيها اديها وقتها ساعه او ساعتين، هيكون افضل لك طبعا وتاخد الطعم البهارات والحاجات اللي انت ضفتيها كده اكتر. كده هبدا اشكل الاسياخ بتاعتي. طبعا من كل قطعه كده هون قطعه بصل مع قطعه فلفل الوان، فلفل احمر، فلفل اخضر، قطعه لحمه. يعني شكلي كده السيخ بتاعك بحيث ان يكون فيه طبعا 3 قطع او 4 قطع من الفراخ، يكون كده السيخ معمر كده ومليان، بحيث ان اللي ياخد سيخ منه طبعا ياكله كده بالهنا والشفا. شكلت طبعا الاسياخ بتاعتي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهو، على عدد افراد اسرتك. طبعا ده من الوصفات الجميلة جدا اللي بتنفع معانا على سفرة شهر رمضان الكريم. يا رب يعودوا علينا ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هو بيشرفك في عزوماتك، بيكون سهل عليكي طبعا. ممكن تعمليه تفريز وتشيليه لشهر رمضان تلاقيه جاهز على طول على الشوي. طبعا من الوصفات الجميلة اللي انا بحبها جدا. بعد ما خلصت كده التتبيلة اللي زادت معايا طبعا دي مش هرميها، هبدأ كده اضيفها على الخضار بتاعي واتبل بيها كويس. طبعا يعني كده كده الخضار هياخد من طعم الفراخ وياخد من طعم التتبيلة، فضيفي التتبيلة الزيادة كده على الخضار وعلى اللحمة وسيبيها شوية لغاية ما تصفي كل السوائل اللي تحتها. على طاسة كده على النار وهدهنها اي مادة دهنية كده زيت او سمنة. ما تكونش النار عندي عالية قوي، طبعا المفروض لو عندك جريل طبعا يفضل اي جريل للشوي، بس انا طبعا عشان مش موجود عندي الجريل فهشوي كده في طاسة عادية جدا. طاسة غير لاصقة كده، وهحط على قد ما تشيل معايا تتشوح كده على الجنب على كل الجوانب. هتلاقيها استوت معاكي، مش هتاخد اكتر من ربع ساعة وهتكون استوت معاكي وهتبقى طعمها جميل جدا. طبعا لو انتي حبيبتي معايا لغاية دلوقتي
فضلا وليس امرا منكم يا جماعة. اللايك مش هيكلفكم حاجة والله يا جماعة. يلا كده بصباعك الجميل ده وحط اللايك واشتركي في القناة. طبعا بعد ما استوت كده هو شايفين بقت بالشكل الجميل ده هو. بس يا اخي الشيش طاووق طبعا كلكم غنية عن التعريف، كلنا عارفينها طبعا. بس في ناس طبعا لحد الآن عايزة الوصفة طبعا والطريقة السهلة البسيطة والسريعة. دي أسرع طريقة تعملي بيها الشيش طاووق طبعا، وهي سخنة كده وجميلة دي زي ما انتوا شايفين. يديها طبعا طعم الفحم، حتة فحمة صغننة كده هون حطيتها على معلقة أو أي حاجة عندك طبعا، ضيف حطيها على أي حاجة عندك، ورقة ألمونيوم أي حاجة، ومعلقة نقطتين من السمنة أو الزيت كده، وغطي عليها كويس لمدة 3 دقايق أو 4 دقايق بالكتير. هتلاقيها معاكي خدت ريحة الفحم كأنك شوياها على الفحم بالظبط. شايفين الجمال والحلاوة كده يا جماعة؟ بعد كده مديتها نكهة الفحم طبعا كأنك شوياها على الفحم بالظبط. يلا يا جماعة كده بسرعة حطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وصفاتنا جميلة وسريعة وبسيطة جدا واقتصادية، مش مكلفة تمام. شايفين كده منظر السيخ عامل ازاي كده بالهنا والشفا؟ اللهم بارك كده هو جميل. طبعا كنت عاملة الرز، ضيفيه كده مع الرز مع السلطة وكلي بالهنا والشفا. حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة جميلة جدا. يلا كده دعموني بلايك حلو واشتراك في القناة. حبايبي واخواتي في كل مكان بحبكم في الله. يلا اشتركوا ودعموني بلايك حلو. يلا كده وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.